هنتكلم النهاردة عن ازاي بيتم اختيار الأجنة المخصبة، سواء كانت الأجنة جاهزة في نفس الدورة أو مجمدة من دورة سابقة. أول حاجة بعد تقسيم البويضات بيتم نقل البويضات المخصبة لحضانات معينة، تبدأ تتبع تطور الأجنة من حيث الانقسامات الخلوية داخل كل جنين، وطبعا كل ما كان عدد البويضات المخصبة أكبر بيؤدي الحرية أكتر في اختيار أفضل الأجنة. بعد كده بتبدأ الأجنة أحادية الخلية في الانقسام الأول والثاني. كل الأجنة اللي بتوصل للانقسام الأول والثاني في أول 25 ل 37 ساعة بتكون ذات نتائج عالية في نسب الحمل. بعد كده بنختار الأجنة بدءا من يوم الثالث للخامس، بحيث انها في اليوم الثالث بتبقى على الاقل وصلت لمرحله جنين بيحتوي على 8 خلايا على الاقل، وصولا لمرحله البلاستوسيست. بيتم تدريج الاجنه لثلاث اقسام A و B و C، وده بيتم تبعا لانقسام الخليه قدرتها على الانقسام. بعد اختيار افضل اجنه بيتم نقلها جوه الرحم، ده بيتم في خطوات معينه. اولها ان احنا بننظف المهبل، بعد كده بنعمل فحص العنق الرحم ونحدد المسافه المعينه اللي هنحط فيها الجنين جوه الرحم، وده بيكون عن طريق استخدام السونار. كده احنا اتكلمنا ازاي بنختار الاجنه اللي بيتم زراعها في الرحم، ومين اللي بيسبق ومين اللي بيتزرع اول واحد. والمره الجايه هكلمك عن الارشادات المهمه ليكي بعد غرس الاجنه في الرحم. لو عندك اي سؤال او استفسارات سيبيه تحت في الكومنتات وهرد عليه بنفسي. شكرا ليكي.